جبسن بورد قلنا في الفيديو اللي فات ان هو بيبقى عباره عن الواح من الجبس المعالج. تعالوا النهارده نعرف ازاي بنركبه في اسقف الشقه بتاعتنا. ارجع شوف الفيديو اللي فات لو عايز تفاصيل اكتر. اول حاجه لازم اعمل شاسيه من المعدن وكمان يكون قوي، واجمع عليه كل الواح الجبس بتاعتي واوزنها كويس. الشاسيه ده بنسميه نظام التعليق، سيستم كامل من تصميم الشركه المصنعه. وسواء اشتغلت كنوف او جي بورد فالشركه بتديك السيستم وفي كتالوجات فيها شرح انظمه التعليق بالكامل وبالتفصيل. والنظام ده بيتكون من كام حاجه، تعال اقول لك عليه. اولهم مسامير الفيشر اللي بتكون ليها مواصفات معينه، تاني حاجه الاكمون وحاجه بقدر اركبها في السقف الخرسانه، تالت حاجه التيش ودي حاجه بركبها في الاوميجا وانزل اركب عليها القطاعات المعدنيه، بتبقى عباره عن قطاعات من المعدن على شكل حرف سي او يو، وبنرجع نركب ونوزن عليهم الواح الجبس بتاعتنا. كل ده هقولك بالتفصيل ان شاء الله، مش عايزك تسرح او تتوه مني، انا بديك بس نبذه سريعه وبعد كده هنتعمق ان شاء الله. بعد كده بنستخدم حاجه اسمها كراك تيب، نفس فكره الشبك الفايبر اللي بستخدمه في المحاره لما بحطه على الفواصل عشان خاطر ما تفصلش وتشرخ. دي نفس الفكره، بين كل لوح والتاني بيكون في فاصل فبتيبه بكراك تيب اللي بيكون من نفس الشركه المصنعه برضه، وبعد كده بسحب عليه معجون مخصص من الشركه المصنعه نفسها. انا قلت لك هو سيستم كامل الشركه بتوفره لك. ونفس فكره الزاويه الفريسبيكو اللي كنت بستخدمها في المحاره على الاركان عشان خاطر ما تتكسرش مني، هنا بستخدم زاويه اكسوار برضه على الكورنر بتاعتي قبل ما افنش، وبيسموها ميتال كورنر. كمان في حاجه شكلها حلو قوي بيسموها شادو جاب، ودي زاويه بتكون من قطاع مخصص بتتركب على الاركان عشان خاطر اظبط العلاقه ما بين الحوائط والاسقف بتاعتي، واطلع بفينش محترم باسهل حاجه ممكن. حتى المسامير اللي بركب بيها الواح الجبس بتاعتي بقدر اجيبها من الشركه برضه. قلت لك هو سيستم كامل ويفضل تشتغل بيه على بعضه ما تجودش. ولو عايز تفاصيل اكتر تابع معايا الفيديوهات الجايه ان شاء الله. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده، سلام.